السلام عليكم. خليني أتكلم معاكي، انتي مش مع الناس كلها، مش مع العالم. انتي اللي سهرانة ومش عارفة تنامي، انتي اللي بتفكري كتير وبتخافي أكتر ما بتتكلمي، انتي اللي بتحاولي تباني قوية بس من جواكي تعبانة. عارفة أكتر حاجة بتوجع ايه؟ أو أكتر حاجة بتوجع البنات ايه مثلا عموما؟ إنهم بيحاولوا في صمت، بيقعوا في صمت وبيقوموا في صمت، وبعد كل ده بيسألوا نفسهم: هو أنا كده فاشلة؟ أنا واحدة منكم وبسأل نفسي نفس السؤال ده. خليني أقولها كده من الأول وبصوت عالي: محدش بيحاول وبيجيب صفر. الصفر عمره ما كان في المحاولة أصلا، الصفر بس بنلاقيه في الاستسلام مش أكتر. ليه بقى إحنا كبنات بنجلد نفسنا؟ وده الجزء الأول اللي عايزة أتكلم معاكي فيه. إحنا كبنات اتربينا نكون شاطرين هاديين مؤدبين ما بنغلطش، باكج كده بنطلع عليه مرة واحدة. فلما بنغلط بقى احنا بننهار، بنحس اننا خذلنا نفسنا، خذلنا اهلنا والدنيا كلها بقى. الدنيا بنفكر فيها اكتر. يا ريت نقلل التوقعات شوية. البنت لما بتفشل مرة بتقعد تحاسب نفسها 1000 مرة، بس غيرها بيغلط وبيكمل وبيقول عادي. عايزة أقولك إن أنتي مش ضعيفة، أنتي حساسة بزيادة، وأكتر كمان زيادة عن اللزوم. الحساسية دي لو عرفتي تحتويها هتخليكي أقوى إنسانة في الدنيا. المحاولة اللي محدش شايفها، وده الجزء التاني اللي هكلمك فيه. حد قالك قبل كده انتي مكبرة الموضوع كده ليه؟ ليه كل ده؟ ما كانش يستاهل اللي انتي عملتيه ده كله، أو ليه التعب ده كله؟ سيبيها على الله وخلاص. عايزة أقولك بقى الجنب التاني: محدش شاف محاولتك وانتي مرهقة، محاولتك وانتي مكسورة، محاولتك وانتي خايفة. البنات ما بتحاولش عموما مرة واحدة، البنات بتحاول كل يوم حرفيا، بتحاول تبقى أحسن، بتحاول تحب نفسها، بتحاول تثبت على قراراتها وتقوي نفسها، وبتحاول ما تستسلمش. ودي محاولات ما ينفعش تتحسب بصفر أبدا. الجزء التالت اللي هاخدك ليه دلوقتي رسالة للبنت اللي تعبت. لو انت دلوقتي حاسة انك اتأخرتي، ضيعتي وقت، جربتي كتير وما وصلتيش، اسمعيني كويس. انت مش متأخرة، انت في طريقك. ومش كل اللي وصلوا كانوا أسرع منك. في ناس كانت يعني حاجاتها أو حياتها أقسى على نفسها أو أقل منك. انت بتتعلمي، بتضحي. خليني أقول إن انت بتتشكلي، وده مش فشل، ده بناء في حد ذاته. الجزء الرابع اللي هاخدك ليه دلوقتي وهكلمك بجد حقيقي من بنت البنت: ما تنسيش أبدا إنك تسقفي لنفسك وتحتفلي بيها حتى على إنجازاتك الصغيرة، وما تستنيش الإذن بده. اعملي ده فورا. لما تحسي إنك حققتي حاجة انتي ما كنتيش قادرة تحققيها من زمان، كافئي نفسك. وما تستنيش اللحظة المثالية أبدا. اعملي الحاجة وانتي خايفة، وانتي مش واثقة، وانتي لسه بتتعلمي، وادعي وقولي يا رب. لو وقعتي قومي، ولو عيطتي عيطي عادي، بس كملي. القوة مش انك ما تضعفيش، القوة انك ما تستسلميش لضعفك. افهمي كلامي كويس. اقوى جملة ممكن اقولها لك انك تكتبي دلوقتي: انا بحاول، وده لوحده كفاية. افتخري بنفسك كويس جدا. انتي مش صفر ولا نص ولا رقم، انتي انسانة بتجرب، والتجربة عمرها ما كانت خسارة ابدا. قبل ما اقفل معاكي عايزاكي تسألي نفسك سؤال بس من قلبك كده: ايه المحاولة اللي أجلتيها علشان خايفة؟ ولو ما حاولتيش انتي هتكوني راضية عن نفسك؟ خدي المحاولة خطوة خطوة، وربنا شايف نيتك، شايف تعبك، وشايف دموعك اللي نزلت ومحدش شايفها. خليكي متأكدة بده، وعندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيضيع تعب حد أبدا. ويا رب يخفف عنكم أي حمل انتوا بتحسوه لأي بنت بتسمعني دلوقتي، ويا رب يكتب لكم النتائج اللي انتوا بتستنوها وعايزين تحققوها، وتشوفوا كده ثمرة تعبكم بتتحقق قدامكم، وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه في رضا وحب ربنا. ربنا يا رب يكرمكم. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان على الأبواب خلاص.
عايزة أسألكم استعديتوا ولا لسه؟ وإيه الاستعدادات اللي بتعملوها؟ واستنوني في حلقة جديدة وأشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.